مع بذور الحياة نزرع الأمل، نزرع لفكر صحي جديد. أهلا بيكم في البرنامج العربي الجديد بذور الحياة، واللي بيهتم بالصحة والتغذية السليمة وعلاج الأمراض المستعصية مع الأخصائي في الطب البديل مستر وليد. مع بذور الحياة تحلو الحياة. بذور الحياة لكل داء دواء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد في قناة بذور الحياة. تحية لكم جميعا. إن شاء الله تكونوا شاهدتوا الفيديو الخاص بالنظام الغذائي وما الفيديو السابق للنظام الغذائي، لأنه الحلقة متاعنا اليوم عندها علاقة كبيرة بالنظام هذايا. الحلقة متاعنا اليوم باش تناول موضوع مهم جدا واللي أرق الكثيرين، اللي هو التهاب المفاصل. وكي نحكيو على التهاب المفاصل الكثيرين يعتقدوا أنه التهاب المفاصل فقط يعني هكل نقولوا احنا هكل البرد اللي يجي في المفصل، وهذا ليس صحيح. يعني التهابات المفاصل عديدة جدا، وفما حتى التهابات في الدم، وفما حتى يعني الروماتيزم الدم، وفما روماتيزم المخ، وفما روماتيزم عند الأعصاب، وفما روماتيزم يعني أنواع عديدة من الروماتيزم، وفما أكثر من 200 نوع من الروماتيزم. وما بين الأمراض اللي معناتها اخترناها اليوم في الأمراض الروماتيزم، اخترنا طبعا مرض النقرس. إذا ما هو النقرس؟ هذا المرض اللي يعني كثر عليه الجدل، والنقرس هو مرض الأغنياء، والنقرس يعني سببه اللحوم، والنقرس. خلينا نفرق الرمانة ونعرفوا النقرس هذا شنو هو السبب متاعه بالضبط. إذا نمشي فاصل ثم نواصل. تعالوا اقول لكم ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للقناة، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع بذور الحياة تحلو الحياة. إذا نعود من جديد. مرض النقرس اللي هو يعني التهاب في المفاصل، اللي هو روماتيزم، هو نوع من أنواع الروماتيزم. المرض النقرس باختصار السبب متاعه هو اليوريك أسيد، اللي هو الأسيد يوريك، اللي هو مادة البيورين. مادة البيورين هذه تتحول في الجسم إلى الأسيد يوريك، وبالتالي عندما ترتفع وتتعدى معناتها حاجز الستة، فوقتها تولي تشكل خطر وتسبب لنا في التهابات في المفاصل. هذا السبب الرئيسي باختصار للنقرس، واللي الكثيرين يعتقدون أن النقرس السبب الأساسي متاعه هو الأسيد يوريك اللي موجود في اللحوم، وهذا غير صحيح. الأسيد يوريك اللي موجود في اللحوم ليس بالكيفية اللي باش نلقاوها في الأشياء اللي باش نذكرها الآن. أولا، أكثر واحد متهم بالتهمة تاع مرض النقرس هو الأحشاء متاع الحيوانات، هاك الكبد، هاك الطحال، هاك البنكرياس، هاك الأشياء، هاك الأمعاء، هاك الدنيا الكلها يعني فيها كمية كبيرة جدا من الأسيد يوريك أو اليوريك أسيد. هذه الأحشاء يعني الإنسان المريض بالنقرس أول حاجة يعملها هي الابتعاد عن أكلها، وخاصة موجودة في الكبد يعني، فيبتعد عن أكل جميع الأعضاء هذه الموجودة في الأحشاء، يبتعد عليها لمدة 3 أشهر. هكا في الحلقة تاع اليوم ماناش باش نمنع عليكم منع نهائي، لا، هو منع وقتي، هو نظام غذائي وقتي. وطبعا كي يقولوا نظام غذائي رانا باش نرتكزوا على النظام الغذائي اللي شفناه في معناتها الحلقة السابقة ونبنيو عليه، يعني نظام غذائي اللي تعرفنا عليه باش نحو منه حاجات معينة لمدة 3 أشهر، يعني نظام غذائي صغير في وسط نظام غذائي شامل وكبير. دونك باش نبتعدوا على الأحشاء. شنو هي الحاجة الثانية اللي باش نبتعدوا عليها بمدة 3 أشهر؟ باش نبتعدوا على الخميرة المصنعة. إذا الخميرة المصنعة باش نبتعدوا عليها كذلك. وإذا عنا الخميرة العضوية فهذا ممكن. الحاجة الثانية ذكرناها هي الخميرة. الحاجة الثالثة اللي باش نذكروها
اللي هي الأسماك. وللأسف الشديد نعم الأسماك، وخاصة الأسماك الزرقاء، يعني السردين والتونة. ولكن احنا نحب معناتها نبتعدوا على جميع أنواع الأسماك مدة 3 أشهر، نبتعدوا على جميع أنواع الأسماك مدة 3 أشهر، لأن الأسماك فيها كمية وافرة من الأسيد يوريك. 3 أشهر ونعودوا. طبعا كي نقول الأسماك بالحق شيء أسف، لأنه المنافع اللي في الأسماك كبيرة وكبيرة جدا. ولكن الإنسان اللي مريض بالنقرس يضحي 3 شهور ويبعد على الأسماك، ويبعد على الخميرة المصنعة، ويبعد عن أكل الأحشاء. شنو مازال باش ينحي لنا هذا؟ باش نحي لكم حاجتين أخرين، وهم الكثورية يهموا اخوتنا المصاروة، اللي هم أكل البط، يعني لحم البط فيه كذلك الاسيديريك. باش نحيو حاجة أخرى هي الحمام، واحنا اخوتنا المصاروة عندهم أكلة بنينة وأكلة مزيانة، الحمام المحشي. ولكن راهو لازم وأكيد كوننا نبتعدوا عليهم الأكلات ال5 هذوما مدة 3 أشهر بالطريقة هذه، مع شرب الليمون، يعني صباحا مساء ويوم الأحد. شرب الليمون راهو يثبط مستوى اليوريك أسيد، واضح، يعني يثبط لنا هاك المستوى تاع اليوريك أسيد للمستوى الطبيعي. فمع أكل الخضروات، كي نقولوا خضروات هي المغنيسيوم، كي نقولوا خضروات رانا نحكيو على المغنيسيوم باهي، وكي نزيدوا معاه الليمون الأخضر ستريت المغنيسيوم لتثبيت مستوى الأسيد يوريك، ممتاز للغاية. شنو آخر؟ لازمنا بالطبيعة نزيدوا معناتها نعتمدوا على أشياء أخرى اللي هي باش تعاوننا في العلاج. مثلا نحكيو على السيلري سيدز والشيري سيدز. السيلري سيدز هي بذور الكرفس، والشيري سيدز نحكيو على بذور حبة الملوك، في تونس زاد يسموها العوينة، معناتها حبة العوينة. شيري سيدز هذه، وإلا بالفرنسية ونقولوا لي جران دي سيريز. دونك هذوما الحاجات هذوما موجودين كمكملات غذائية، فما مستخلصات للبذور هذه، مش موجودة المستخلصات نستعملوا البذور هذه. طبعا فما عديد معناتها الأشياء اللي تعاوننا، ولكن مع الابتعاد عن السكريات والنشويات الضارة اللي حكينا عليهم في النظام الغذائي. نبتعدوا على حليب البقر، نبتعدوا على الجلوتين اللي موجود في الحبوب، نبتعدوا على حاجات اللي هي ما تخليناش نتعالجوا من أي مرض. وتو تشوفوا إن شاء الله كيف باش نحكيوا على العلاجات، عديد الأمراض اللي باش نتعرفوا عليها، وحتى الأمراض اللي قالوا عليها مستحيل تتعالج. رانا باش نحكوا على كل شيء، باش نحكوا حتى على مرضى التوحد، باش نحكوا على أمراض كبيرة وكبيرة جدا وساد الاعتقاد أنها ما تتعالج، ولكن بالاعتماد على النظام الغذائي الصحي. الاعتماد على النظام الغذائي مهم جدا. الفترة العلاج باش تراوح ما بين أسبوع و3 أشهر. علاش أسبوع وعلاش 3 أشهر؟ لأنه اللي باش يعتمد وينضبط في النظام الغذائي، واللي باش يعني يحب يتعالج بسرعة، فما عليه كانوا يعمل الأشياء اللي أنا ذكرتها، اللي هي شرب الليمون معناتها بكثرة، اللي هي معناتها الابتعاد عن ال5 حاجات هذه اللي ذكرتها، مع النظام الغذائي الخالي من الجلوتين وخالي من النشويات الضارة وهك الزيوت المهدرجة. الأشياء هذه نبتعدوا عليها، راهو نتيجة باش تكون كبيرة إن شاء الله، ومرضى النقرس هذايا نتخلصوا منه تماما. والناس اللي قالوا لهم مرضى النقرس السبب متاعه اللحوم، قولوا لنا علاش وقت اللي منعوا عليكم اللحوم علاش بقيتم مرض به، علاش المرض هذا بقى عايش معاكم إذا أنتم نحيتوا اللحوم. إذا اللحوم ما هيش السبب الرئيسي، ولكن احنا في العلاج متاعنا باش نقصوا من كمية اللحوم، نقصوا من الكمية معناتها بشكل كبير، لأنه فيها اللحوم راهو فيها الأسيديريك، ولكن مش بالكمية الموجودة في الأشياء ال5 اللي أنا ذكرتها. طبعا لابد من التخلص من الوزن الزايد، معناتها يعتمد على الرياضة، يعتمد على المشروبات اللي أنا معناتها ذكرتها في النظام الغذائي، وخاصة عصير الملوك ولا عصير الخيار، هذوما راهو بالزنجبيل
عصير ملوك بالزنجبيل راهو ممتاز للغايه. هكا الزنجبيل هذاك مضاد للالتهابات، واحنا قلنا لمريض النقرس يعاني من الالتهابات، اذا نتخلصوا من الوزن الزايد، نتخلصوا من الالتهابات، وعندنا عديد الاشياء هي اللي تخلصنا من الالتهابات. عندك الثوم هذايا كي نستهلكوه مع الزبادي او الياغورت بالتونسي، هكا الزبادي الطبيعي من غير سكر، معناتها ندقوا هكا الثوم ونحطوه نخلطوه معناتها في الزبادي ونخليوه معناتها في الثلاجه، والصباح نستهلكوه على الريق. يعني مضاد التهابات كبير وكبير جدا، وما يضرش المعده وما يتسببش في حرقان ولا شيء. يعني القوه نتاعو كلها في هكا الزبادي هذاك، وتعطي مفعول انتيبيوتيك قوي برشا، مضاد للالتهابات بشكل كبير برشا. يعني حاجات بسيطه متواجده عندنا الزنجبيل مضاد للالتهاب ممتاز، عندنا الثوم، عندنا اعواد القرنفل. لو طبقتم كل الاشياء اللي انا ذكرتها هذه، اتاكدوا انه مرضى النقرس باش تكتشفوا عباره على انفلونزا لا اكثر ولا اقل. يعني مرض بسيط جدا. المحور كله لو كان ركزتوا معايا تلقوه يتلخص في الاسيد يوريك. يعني هذا مرض النقرس اللي يعانيوا منه الكثيرين وما لقولوش علاج. وان شاء الله تكون حصلت الفايده. تحيه لكم جميعا، وان شاء الله نلتقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. مع بذور الحياة نزرع الأمل، نزرع لفكر صحي جديد. أهلا بيكم في البرنامج العربي الجديد بذور الحياة، واللي بيهتم بالصحة والتغذية السليمة وعلاج الأمراض المستعصية، مع الأخصائي في الطب البديل مستر وليد. مع بذور الحياة تحلو الحياة. بذور الحياة لكل داء دواء.